السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وبألف خير. معكم أخوكم فهد من قناة جونيت سيتكي. رجعنا موضوعنا تاع اليوم أو فيديو اليوم، حبينا نتكلموا عن FC 25. نزلت لنا إعلان لأول مرة أو أول إعلان كان البارحة، وهو تريلر سينماتيك تريلر، مش الإعلان عن اللعبة يعني مثلا كمستجدات مثلا كجيم بلاي والأشياء الإضافية، لا، هو فقط عبارة عن إعلان أنه يعني اللعبة قادمة وراح تكون كذا واللاعب الأسطوري كذا فقط. ولعلمكم أنه قبل يوم ذكرت معكم أنه راح يكون جود بيلينغهام هو راح يكون في البوستر اللعبة، وهذا الشيء يعني طبيعي لأنه اللاعب هذا عمل ضجة في سنة 2024، نفس الشيء اللي عمله مع هالاند في السنة اللي قبلها، وكان هو أيضا في البوستر ل FC 24، ومبابي كان قبله. لكن فات، هل لو لامين يامال يكون في يعني عامل ضجة، هل شركة EA سبورت راح تنزل بوستر بصورة أو وجه لامين يامال؟ أقول لك لا. أقول لي لا فات، كيفاش يعني لا؟ هل شركة EA تشجع ريال مدريد وما تشجعش بارسا؟ لا، يعني بالراحة، جيب لك كاس كافي وخلينا نتكلموا في الموضوع. أجني نعطيكم معلومات ونعرفكم فقط. جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، وريال مدريد أو شركة EA يعني عندها كل يعني متعاقدة مع ريال مدريد كفريق كملعب كلاعبين ككل شيء، عكس برشلونة. يعني برشلونة موجودة في لعبة FC، لكن كل حقوقها تملكها شركة كونامي اللي تنزل لنا لعبة الفوتبول. يعني والله يا جماعة الخير صعبة لما غيرونا الاسم، كنا نتكلموا نقولوا PS أو نقولوا فيفا، حاليا نقولوا FC، والأخرى نقولوها الفوتبول. ف المشكلة هنا جماعة الخير أنه لو يكون لاعب يعني مثلا لامين يامال لو يأخذ مثلا شامبيونز ليج، يأخذ لا ليغا ويأخذ كل شيء ويعمل ضجة ويسجل 80 هدف في السنة، ما راح تقدر تحطها شركة EA داخل بوستر إلا إذا استحوذت مثلا على، أو مش استحوذت، يعني تعمل عقد شراكة مع برشلونة، فراح يكون فيها كاب نو مثل عام 2016 2015 لما كنا نشوفوا بوستر ليونيل ميسي. فهذا الشيء طبيعي، لأنه كثير من الناس كانت تسألني ليلة البارحة في التعليقات على تيك توك وعلى فيسبوك لماذا فات ما ينزلوش بارسا. هذا السبب حبيت نتكلم ونشرح الموضوع، أنه الموضوع فقط أنه تعاقد، هذا هو الموضوع جماعة الخير. فاليوم راح نشاهدوا الإعلان تريلر مع بعض، السينماتيك تريلر، راح نشوفوا سينماتيك تريلر مع بعض جماعة الخير، ونحكموا ونشوفوا مستجدات وأشياء جديدة، وأنا يعني ولا خليها حتى نشوفوا الإعلان بعدها نتكلموا. بسم الله. جود بيلينغهام، يا سلام. أنا جماعة الخير أنا مشجع كرة قدم، يعني فريق برشلونة، لكن يعني نحب كل اللاعبين ونحب كل الفرق، يعني ما عنديش هذيك اللي بعض الناس يسمينها لا جرينتا. يعني لا جرينتا هي اسمها اسم اسباني، يعني حب الفريق وتغير على فريقك وكذا، ويعني تتشاجر من اجل فريقك. لا يا جماعه الخير، انا محب لكرة القدم، نحب هذا، نحب يورغن كلوب، نحب تشافي، نحب كل الفرق. الكسندر ارنولد، يا سلام، كان نفسي نلعب فيفا بهذه الجودة، قصدي بهذه الجودة اللي تشوفها في الإعلان، يعني تكون ظلام ملعب هكا إضاءة فقط على اللاعبين بهذا الشكل، مش موجودة يا جماعة الخير. لو تنزلها 4K على أو 8K على البي سي وما راح تشتغلها بهذا وتعمل مود شادو وتعمل كل شيء، ما راح تعطيك نفس الجودة. والله نفسي نلعبها بهذه الجودة يا جماعة الخير. في الإعلان على سما شفت يعني حطوا لك الفريق تاعك ممكن انه يخسر، لكن في الدقائق الاخيره شوفوا جود بيلينغهام يعني يجري 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 يجري، شوفوا يعني فريقه خاسر راح يضربها ورجع ريال مدريد في النتيجه. وهذا الشيء اللي عمله في الحقيقه يا جماعه الخير، لهذا السبب يعني شركه EA حطتها في التريلر.
لان جود بيلينغهام كان معروف فريقه يكون يعني مثلا خاسر او يعني نفس النتيجه مع الفريق يعني مثلا يكونوا نتيجه 2-2 فيجي جود بيلينغهام يسجل تصبح النتيجه 3-2. هذا هو الشيء اللي نزلته فيفا او اف سي في التريلر، عفوا مش فيفا يعني اف سي، اي سبورت اف سي، فيفا تنزل لعبه يعني مفردها. فتريلر هذا سينماتيك يعني ما شفناش فيه شيء جديد، وبعض الناس راح دير تحليلات. وش من تحليل يا اخي؟ وش من تحليل؟ هذا تريلر سينماتيك تريلر هذا يا جماعه الخير. هذا الاول فقط تكشل من اجل انها شركه اي تعطيك اعلان انه يعني اف سي 25 اتيه، يعني مش شركه توقفت ولا ما راح ينزلوا لك ولا لا، يعني شركه اتيه. فالتريلر تاني راح تبين لك الاشياء الجديده وتضيف لك يعني خصائص جديده، وتعرفك انه هناك يعني مثلا اوبشن او لاعبين اضافيين وكذا وكذا وكذا، طريقه اللعب او هايبر موشن 6 او 7. هذا هو يعني الامور باينه. والله ليلة البارحة يعني راسي تصدع من الناس، يعني تدخل تلاقي واحد أخونا من مصر، واحد من السعودية، واحد من المغرب وكذا، وتحليل وانظروا هنا المطر راح يكون. واحد أصبح يركز لهم على المطر. وش دخلني في المطر؟ واش دخلني في المطر؟ قضية لعب وجيم بلاي وأشياء جديدة. يعني مثلا لو نشوفوا من ناحية فيفا 2023 وأف سي 24، أو نتكلموا باش الناس ما تتخربطش، فيفا 23 وفيفا 24، اغلبيه الناس ما نقولوش وكل اغلبيه الناس فضلت فيفا 23 عن فيفا 24. يعني كثير من الناس قالت لك من ناحيه لاعب من ناحيه كل شيء. فانا شخصيا في الايام الاولى لما كنت لعب فيفا 24 كنت اقول لا فيفا 23 افضل، يعني مثل هذو الناس. لكن لما فاتت فتره فاصبحت نقول لا، فيفا 2024 افضل بمراحل يا جماعه الخير. والله كانها واقعيه، يعني شركه اي تعمل بجهد ان تعطيك الواقعيه اللعبه. هذا هو الشيء المقصود من شركة اي شركة جبارة يا جماعة الخير. والله تستعمل يعني تقنيات جديدة حصرية، تصرف اموال كثيرة من اجل فقط انها تعطيك لعب حقيقي. هذا هو الفيديو تاع اليوم. حبيت نتكلم عن اف سي 25، وكما شفنا في بوستر ايضا انه راح يكون جود بيلينغهام يعني فاتح يديه، وهذا يعني اكيد انه جود بيلينغهام راح يحطوك مع الاحتفال تاعه المعروف، لانه على النادر اللي كان عملها الكثير من اللاعبين عملوا هذا الاحتفال، عملها رونالدو، عملها مبابي، عملوا كثير. لكن جود بيلينغهام يعني حطها ما غيرهاش. رونالدو عملها ايام في مع ريال مدريد في عام 2014 وغيرها. بعدها كيليان مبابي ايضا عملها مره او مرتين مش كثير وغيرها. لكن جود بيلينغهام يعني حطها رسمي انه يفتح يديه، يعني اسطوره. وعملها ليونيل ميسي وعملوا كثير من اللاعبين. فهذا هو المقطع تاع اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم وتكونوا فهمتوا لماذا لو يكون لاعب أسطورة من فريق آخر ما يقدروش يحطوه. الفيديو يعني كان واضح وكلامي كان واضح. شوفكم في مقطع آخر إن شاء الله. كان معكم أكون فهد مقانا جوني جاي مسج فقط صلت على رسول الله. هذا هو أهم شيء وأفضل من الفيديو تاع اليوم، أنك تصلي على رسول الله، تعطيني زر الإعجاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.